ولكن إذا كان هناك حل سلمي فلماذا لا نحاول؟ كلهم يقولون برفض الحل السلمي والحرب، ولا يحارب أحد منهم. يعني إذا كان الجزائر بيحارب 2000 عسكري بس اللي هو بعتهم هنا، بتبقى حرب إيه دي 2000 عسكري؟ وحاولنا نتفاهم معهم الجزائريين، ما في فائدة. حتى عملوا بيان مع السعوديين، استنكروا في قرار مجلس الأمن والحل السلمي الجزائري مع السعوديين. يعني السقاف وبوتفليقة، السقاف كان يزور الجزائر وبوتفليقة طلع بيان معاه من مدة، من قبل عملية روجرز دي، عملية من 7-8 أشهر، واستنكروا قبول قرار مجلس الأمن، وأن الكفاح المسلح والقتال هو السبيل الوحيد للتحرير. طب ماذا تعمل السعودية لهذا؟ ما بيعمل شيء السعودية، ما عنده جيش سعودي عشان حقيقة. يعني أنا حبيت أتكلم بالتفصيل على الموضوع ده. السوريين يحاربون بالكلام يوميا 50 خطبة و50 بيان يوميا، ولا يطلقون طلقة واحدة على إسرائيل. الأردنيين الحقيقة يعني وضعهم يعني غلابة. والملك حسين النهارده لا يستطيع، ما هوش حتى سيد في بلده، لأن الفلسطينيين الآن يشاركوه بالسلاح غصب عنه، وهو أيضا عايز، يعني بيشتموه. وأنا قلت له أي واحد مهما كان حتى متحيز لكم، حينما تشتموه في صحفكم وتقولوا عليه عميل الإمبريالية وعميل الاستعمار، لازم يتحين الفرص حتى يصفيكم، وإلا ما يبقاش ده بشر يعني. فأنتم تدفعوا الملك حسين لكي يصطدم بيكم. هذا موقف الفلسطينيين والعرب. الفلسطينيين بقى مجم من الآخر اتكلموا معاه، طب يقولوا لي ما هو مصير المقاومة؟ وأنا بقول لهم هناك قضيتين، قضية فلسطين وقضية المقاومة. إذا خلطنا بين القضيتين نبقى نمشي في طريق خطأ. نتكلم أولا عن قضية فلسطين، ثم بعد هذا نتكلم عن قضية المقاومة. اليهود استقال، نص الحكومة استقال، ووزراء جحال استقالوا، وقالوا ان تنفيذ قرار مجلس الامن معناه تصفية اسرائيل على مرحلتين، ونحن لا نقبل تهديد امن اسرائيل. اليهود هم النهاردة اللي بيقولوا هنا ويانا، وبيضطرونا اخواننا العرب حتى ان نكشف عن تكتيكنا وتحركاتنا عشان نقنع الناس، لان في سبيل الحملة المضادة الكبيرة اللي موجودة في كل مكان. يعني احنا هنا وضعنا الداخلي قوي جدا، جبهتنا الداخلية فاهمة، ناسنا فاهمين كل حاجة، وعارفين ان دول بيتكلموا ومحدش فيهم بيحارب، وعارفين ان كل يتملص حتى يهرب من المعركة، وعارفين المعركة على دماغنا يعني. طبعا اليهود والامريكان من وراءهم عايزين ياخدوا ارض، ودي مشكلة، ومعناه ان الحل السلمي مفيش امل فيه. اذا كانوا هيصمموا على اخذ ارض لن نقبل نحن بهذا. ولكن احنا دلوقتي استفدنا ايضا من الحل السلمي، لان احنا دلوقتي بننشئ مواقع الصواريخ اللي هم كانوا كل يوم يجوا يضربوها، بعد ما يتركب الاسمنت ينضرب ويبوظ، نعمله تاني يوم ينضرب. دلوقتي بقى لنا شهر بنبني من غير ما ننضرب، لان احنا الاول كنا حاطين الصواريخ في العراء ما كانش ليها مواقع اسمنت، وهم جم كسروها. مواقع اسمنت ما يقدروش يكسروها، او اذا اصابوها ما يموتوش اللي فيها. وعملية موقع الصاروخ ده موقع كل بيشتغلوا فيه ضباط، اللي هو كله الكترونيات. فايق بيقول لي لما ان في تنزانيا الجزائريين هناك مع السوريين حتى اتصلوا بتوع حركات التحرير اللي هو بتاعت جنوب افريقيا او موزمبيق، واتكلموا ضدنا. التانيين طبعا لم يأخذوا هذا الكلام ابدا جديا،
ان الواقع بيكذب هذا الكلام. لكن لماذا هي هذه العملية؟ حاجة غريبة جدا. ولكن احنا بناخد الموضوع ببساطة. يعني معمر القذافي سافر الى العراق ليوفق، ورجع من هناك وقال لي ان هؤلاء الناس لا يريدون ان يحاربوا اسرائيل، دول عايزين يحاربوك انت، وهو مش عايزين، لا مش عايزين يحاربوا اسرائيل، عايزين يحاربوك انت وبس. وهذا هو واقع حزب البعث الحقيقة. هو حزب لا اخلاقي، طلع على هذا الاساس وتربى على ميشيل عفلق والمجموعات. احنا الان علاقتنا كويسة مع السودان، مع ليبيا، مع المغرب ما فيش مشاكل. ولكن في المؤتمر هو وعدنا بمساعدات، وطبعا لم ينفذ منها شيء. مع تونس يعني لحتى ما بورقيبة عي ومرض انا ارسلت سألت عليه وبتاع وتنسيت كل اللي فات. وهم اما رجعوا وانا شفت رئيس الوزراء ووزير الخارجية واحنا في ليبيا في شهر يونيو، وعايزين يحسنوا العلاقات معنا. مع اليمن الاوضاع دلوقتي كويس، يعني صلح مع السعودية احنا الحقيقة ايدناه، لان السعوديين جيرانهم ممكن يتعبوهم اليمنيين. وانا حاولت هذا من 65 مع الملك فيصل، ما رضي ابدا يعني. ولكن من 65 دلوقتي ل70 حاول انه ينفذ ما يريد وما قدرش. مع الاردن علاقتنا كويسة، ومع الكويت علاقتنا كويسة، ومع سوريا علاقتنا كويسة الحقيقة، يعني مفيش مشاكل. ولكن الصحافة تهاجم الحل السلمي ويسمونه الحل الاسلامي. اليمن واليمن الجنوبية الاوضاع يعني ايضا طيبة. لكن الجزائر الحقيقة هي اللي كانت مشكلة بالنسبة لنا ولغز، يتصيدون حتى اي كلمة. يعني حينما تكلمت وقلت ان الناس البعاد بيتكلموا لان ايدهم مش في النار زينا، زعلوا الجزائريين. بالنسبة الحقيقة للأفارقة انت شفتهم، يعني الوضع كان كويس. والحقيقة قبولنا للمشروع الامريكي بيثبت للعالم كله كذب الاسرائيليين. هو في نظركم ما هو مستقبل مشروع ما يسمى بمشروع روجر سيل؟ إسرائيل يقبلوه نهائيا أم لا؟ ما هو باين دلوقتي هم رافضين المحادثات مع ايرينج، وبيطالبوا امريكا باسلحة، وامريكا اديتهم اسلحة جديدة ومعدات الكترونية. ورئيس وزراء اسرائيل رايحة الى تقابل نفس يوم 17. هم كانوا يعتقدون اننا سنرفض، وبهذا كنا نوفر عليهم كل هذه المشاكل. ولكن حينما قبلنا نحن وضعهم في مأزق، فكان لابد ان يقبلوا، وبهذا يستقيل جزء من الوزارة حزب جحال. ثم من 4 أيام كان ديان يهدد بالاستقالة ومعاه 6 وزراء آخرين إذا بدأت المحادثات معهم. حتى الآن مندوبهم في الأمم المتحدة مقيموا في تل أبيب. وإن إذا كان خرقهم وقف إطلاق النار، أنتم مستعدين لمجابهتهم؟ احنا على استعداد، احنا في وضع أحسن من شهر مضى، أنا أحسن بكثير وهم يعلموا هذا. إيه، أنا شفت في الصحافة أنهم يقولون أنهم خايفين ان هم يعتمدوا على الطيران، وكانوا يطيروا على ارتفاعات عالية. الارتفاعات العالية المدافع لا تصل اليها، يصل اليها فقط صواريخ، ويرموا كميات كبيرة من القنابل من ارتفاعات عالية، فرشوا الارض القنابل.
فالصواريخ دلوقتي تمنع، وأيضا الصواريخ القريبة من القنال تضرب الطيارات شرق القنال، وعلى هذا الأساس نستطيع أيضا أن نعبر. والاتحاد السوفيتي مساعدته يعني دون كل شيء حقيقي. أنا كنت هناك في شهر يوليو، قعدت 20 يوم، وأنا كنت رايح 4 أيام، ولكن حينما عملت فحص في المستشفى قالوا لي إن أنا تعبان جدا ومرهق ولازم أخذ راحة أسبوعين. مرجع القاهرة قلت لهم لن أستطيع في القاهرة إن أنا أخذ راحة، الحل الوحيد إن أفضل في المصحة. قعدت في المصحة الحقيقة، في الآخر كشفوا عليا وجدوا إن الحالة كويسة، لكن هم الناس ساعدونا مساعدات يعني لا تنكر، وبدونا دلوقتي أحدث المعدات، لأن أمريكا تعطي إسرائيل أحدث المعدات. هو بالنسبة للمنطقة اللي احنا فيه لا بأس كما تعلمون، مع علاقات سوت مع المغرب بعد المؤتمر أحسن جدا، بعد المؤتمر الإسلامي. عندنا سفير في الرباط، والمغرب عنده سفير في مالطا. هو من الأول الحسن، أنا كل مرة كنت أتكلم معاه كان يقول لي إن هو مقتنع، لكن والده أخذ سياسة مختلفة، وكان يقول حينما يأتي الوقت، وهو عايز يبقى ما عندوش مشاكل. لا وستذهب قريبا إلى المغرب. لا، هو الحسن الثاني وبومدين يجوا يوم 14 في هذا الشهر نواذيب ميناء موريتاني، نتحدث حول قضية الصحراء اللي الآن تحت الاستعمار الفرنسي الإسباني. إذن المشاكل هناك سوت وقت قضية الصحراء، وإحنا 3 نتبحثوا حول القضية لكي نأخذ موقف موحد، لأن قبل تسوية المشاكل مع المغرب كان طبعا إسبانيا يستغلون نحن ضد المغرب، ويستغل المغرب ضدنا نحن، وإحنا أيضا نستغل إسبانيا ضد المغرب، والمغرب يستغل إسبانيا ضد موريتانيا. ولما سوت الأحوال صرنا نحبون يكون عندنا موقف موحد للدول الثلاثة، ولذلك هناك سيكون هذا الملتقى في 14 كما قلت. وبالنسبة للجزائر، أنا مشيت الجزائر نقضي الاستراحة الصيفية، وفي ذيك المناسبة في الشهر الماضي كان الحديث حول مشروع روجرز. وقبل السفري سألت بومدين، لأني أنا ما كنت أعرفه كثيرا، ما كانت بيني وياه اتصالات شخصية، وهو منقبض بعض الشيء. وسولت له سبب موقفكم تجاه مشروع روجرز وتجاه الجمهورية العربية المتحدة. قال لي احنا تأثرنا كثير، كيف قلت لكم، من كلام سمعناه عن الأوساط المصرية، وقلت له علاش تسحبوا الجيوش تاعكم ولو كانت هناك على الجبهة حضورها عنده صبغة رمزية. قال لي احنا ما قبلنا مشروع روجرز، ولا قبلنا قرار هيئة مجلس الأمن 67، ولذلك يكون الموقف صعب على جيوشنا إن كان بقيت على الجبهة. ولكن عندما إن لم ينجح الحل السلمي، عندما تقوم الحرب من جديد بين مصر
وإسرائيل احنا مستعدين لإرسال من جديد المساعدات الحربية. وهذه ليست مساعدات، الكتيبتين ليسوا مساعدات. ولكن كما قلت لسيادتكم، كما أني لم أعرف كثير رئيس مدين، ما استطعت نفهم الأسباب العميقة اللي جعلت هذا الموقف. ولكن في اعتقادي أن كما فعلتم كما تعلمون، كما يقال رب قول جوابه في السكوت. عشان هذاك الأمواج مؤقتة تمر، ولكن الحقيقة تعقب. على كل حال هناك الحقيقة اتصالات بين بغداد والجزائر غريبة جدا، اتصالات ضدنا. لماذا؟ يعني هم يعني بومدين حينما تكلم أخيرا اتكلم ضد مشروع روجر وقال أنا أتكلم باسم الأمة العربية. أنا ما عندي مانع أنه أتكلم باسم الأمة العربية. يعني إحنا حينما ساعدنا الجزائر كان لنا هدف واحد، أن تكون الجزائر عربية بس، وتحقق هذا الهدف. بعدين ما إحناش عايزين منهم حاجة. ونحن ساعدنا اليمن أيضا لنقضي على حكم الإقطاع في اليمن، وساعدنا اليمن الجنوبية لأجل خروج بريطانيا، ونساعد الآن ليبيا من أجل الحفاظ على الثورة، ونساعد السودان أيضا ضد الثورة في الجنوب. وليس لنا مطالب من أي حد من البلد. فهم إذا أرادوا أنهم الموضوع بيتكلم باسم الأمة العربية، أنا ما عندي مانع. أنا عمري ما قلت أن أنا بتكلم باسم الأمة العربية، عمري. لأن هذا كون الواحد يتكلم باسم الأمة العربية لا يتم بأن هو بيقول، لا، على قد قيمته ما بتكون بره عند الناس. يعني أنا لو وقفت أقول أن أنا باسم الأمة العربية أتكلم، بيبقى عمري أنا بقف أتكلم وأقول نحن نقبل ونحن نرفض وكذا. بل أكثر أنا بقول الشعب المصري والشعب العربي في مصر. فهم دلوقتي العراقيين بيقولوا لا يحق لعبد الناصر أن يتكلم باسم الأمة العربية. أنا بقول هذا ليوضح لك الأمور أكثر. هي ويقف بومدين يقول أنا بتكلم باسم